كنشوفوا معنا مشاهدينا على المباشر القايد هرس دك ما بغى يخلي حتى شي حاجه مبنيه بالعشوائيه مع طراكس اي حاجه بالعشوائيه كتهرس في الحي كما نشوفوا كيضمن السلامه ديالو. طيب حمله كبيره من منطقه الرحمه في اللحظات مشاهدينا كيقودها القايد ومعاه طراكس هي طراس بني عشوائيه ما غاديش يبقى واي واحد محتل الملك العمومي بدون رخصه غادي يتحيد ليه داكشي. كيفاش معنا هادشي كيضم محلات تجاريه، كيضم سناكات، كيضم قهاوي، يعني اي حاجه اي واحد محتل الملك العمومي فكيتم هدم ديال الطراس ديالو في الحين. يعني ورينا الرخصه يخليك، ما عندكش رخصه غادي يتم الهدم ديالك. بزاف الناس كيتسائلوا على كيفاش الطراس المهدوم والباش لا، فاللي كاين اللي عنده الرخصه ديال الباش ولكن ما عندوش الرخصه ديال الطراس. شوفوا يعني هو القايد حاضر. هذاك هو ها هو هذاك ضابط رئيس. يعني هو السناك دابا غادي يبداو في العمليه ديال هدم الطراس ديالو. هو السناك دابا حاليا غادي يبداو فيه. شكون المحل؟ كيحاور مولات المحل يشرح لها الوضعيه كيفاش غتكون، بحكم انه محل ديال الماكله غادي يحاولوا انه يهرسوا ليه دابا الطراس ديالو. فالقايد كيوضح للجميع، كيجي يشوف كيبدا يدير خدمته هكاك، كيوضح للناس كيعرفوا شنو دايرين كيفاش محشلين الملك العمومي وكبداو العمليه دي. برافو برافو، يعني بحاجه هاد القياد اللي يكونوا صارمين في العمل ديالهم، هو الاسم الشهير ديالو. هادشي باش لقبناه لانه اي واحد محتل الملك العمومي ولا عندوش رخصه شي هرب وشي باطار الغنم. شوفوا معنا حوار، ها هو في حوار دابا راك كتحاول تهدم هاد الطراس هذا اللي زيد صلابه كبيره ديال الطراس، الطراس صلب مشاهدينا، الطراس صلب مشاهدينا. كيتم الهدم ديالو في هاد اللحظات، كيتم الهدم ديالو في هاد اللحظات. حمله كبيره مشاهدينا في هذه اللحظات، وعلى المباشر كتشوفوا عمليه الهدم ديال الطراس اللي غير قانونيين وعشوائيين. وهادشي بطبيعه الحال بحضور القايد هرس دك الشيخ الشهير اللي كيحارب العشوائيه في منطقه الرحمه. فكما كتشوفوا معنا كيفاش بنيه الطراس هذا وما كاينه فيها رخصه. لحظات المنطقة
يبقى يدير السكتك، ما نخلي حتى شي حاجه شي عشوائيه يبقى في هاد المنطقه. كتشوفوا معنا مشاهدينا عمليه البناء الهدم عفوا مساله مشروع يعني منطقه رحمه واحد اللي الملك العمومي من طرف القائد، واي واحد عنده شي فرصه ديال شي حاجه باغي يتم الهدم ديالها في الوطن معنا بحضور القائد يعني يوقف على شغله. واحد الشورى كبيره في المنطقه هذه يعني حط الحروب وحارب العشوائيه، وهادشي اللي بغينا ندير الدار البيضاء ومنطقه رحمه خاصه باش تمشي مزيان خاص العشوائيه تمشي، وباش العشوائيه تمشي خاص يكون القايد ديما واقف على شغله. وهادشي اللي كنشوف في هاد اللحظات مشاهدينا. برافو ليه وبرافو القوات المساعدين اللي تا هما حاضرين. الطراق حاضره باش كتهدم هاد الكيراس العشوائيين واللي ما عندهمش رخصه، وهذا الشيء في جميع المحلات في المنطقه ديال المحطه واحد. اي واحد ما عندوش الرخصه ديال الطراس ولا ديال الباش يتم الهدم ديالو. شوفوا معايا ما عندوش رخصه يعني ولد المحلات اللي تضم مقاهي تضم لي سناك بحال هذا السناك ديال الاكل يعني تيحاولوا يخدموا ليه دابا حاليا محلات ديال الهواتف كذلك تا هما تهدم لهم. اي واحد حارب ولا بشكل العشوائيه غيتم الهدم ديال هادشي. المنطقه المعروف اللي كيحاول انه كل مره يدير حملات على قبل هاد العشوائيه اللي مش واصله في الرحمه. من الان فصاعدا باي باي العشوائيه، باي باي حشيه البيت العمومي. يعني بحكم ان هاد الحملات مازالت يداروا في هاد المنطقه هادي، وهادشي اللي خاص باش كازا تمشي لقدام وباش الناس واحده كازا يمشيو لقدام ما خاصش تبقى العشوائيه. اي واحد ما عندكش الرخصه ما غديرش، عندك الرخصه مرحبا، ما عندكش هرس. سيلو غير واحد الطور كبيره خطوات صافي البنيت الشوائي بالعناد الله اكبر التضارب المصالح وسط الاداره. اللي خليك
هذا الشيء انا السعودي بشي علاش كنقول بالك يلا صاحبي راه بغيت نمشي نكملوا هذا الشيء صح. الحمد